التلفزيون المصري علاء رشوان. بعد التحية علاء، ضعنا في التفاصيل لديك. هناك نشاط كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع اليوم أن يكون هناك تفاصيل أخرى ونشاط آخر للرئيس. اطلعنا على آخر المستجدات لديك. تحياتي إليك آخر المستجدات، وهو ما يدور إلى الآن فعاليات ووقائع مجلس أو فعاليات ووقائع اجتماع مجلس الأعمال المصري الدنماركي، والذي افتتحه كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر، في إشارة قوية بأن هناك إرادة سياسية لدى البلدين على دعم وتعزيز أطر التعاون خاصة الاقتصادي بين البلدين. تابعنا منذ قليل كلمة هامة للسيد الرئيس في افتتاح أعمال هذا المجلس، الذي أكد خلالها على اهتمام مصر بمد جسور التعاون خاصة الاقتصادي مع دولة شريكة هي الدنمارك، وأكد أن هذا المجلس، مجلس الأعمال المشترك، سوف يكون منصة هامة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين الجانبين. السيد الرئيس ألقى الضوء على عدد من التطورات الاقتصادية الجارية في الدولة المصرية منذ نحو 10 سنوات، وأكد أن الدولة لم تألو جهدا في تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وقال إن هناك قطاعات اقتصادية أصبحت واعدة أمام أي مستثمر، من بينها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، التحول إلى الاقتصاد الأزرق، النقل البحري والشحن البحري، أيضا القطاعات المتعلقة بالصناعات الغذائية والدوائية والرعاية الصحية. كل هذه المجالات والقطاعات الاقتصادية أكد السيد الرئيس أن هناك فرص واعدة أمام المستثمر الدنماركي، وقال إن هناك عدد كبير من التيسيرات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة هذا المناخ الجاذب أمام المستثمرين. السيد الرئيس أيضا خلال هذه الكلمة قال إن زيارة سيادته للدنمارك تأتي في اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التعاون مع كل الدول، خاصة الدول الأوروبية الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي. كما هو معروف، الدنمارك دولة مهمة داخل الاتحاد الأوروبي، وتتولى الآن مقعد غير دائم بمجلس الأمن، وهناك شراكة استراتيجية مع القارة الإفريقية أطلقتها الدنمارك العام الماضي. مصر هي أحد أهم ركائز تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء من خلال النفاذ عبر البوابة المصرية كأحد أهم البوابات لنفاذ الصادرات إلى السوق الإفريقية الواعدة، وما يربط مصر من اتفاقيات تفضيلية مع الدول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى عضويتها بعدد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية الهامة. من جانبه أكد ملك الدنمارك فريدريك العاشر على ترحيب بلاده وهو شخصيا بالزيارة الأولى لأول رئيس مصري يزور الدنمارك، وقال إن هذه الزيارة تعد زيارة تاريخية سوف يتم البناء عليها لتوطيد أطر التعاون مع دولة محورية مثل مصر، وقال إن هناك فرص كبيرة للتعاون، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر بعد النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري، وأيضا بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد. هذا المنتدى الذي تدور وقائعه إلى الآن بعدما افتتحه السيد الرئيس والملك الدنماركي فريدريك العاشر، سوف يناقش عدد كبير من المجالات التي سوف تكون محل للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ أو إعلان آليات تنفيذية بين الجانبين، سواء تنظيم بعثات لطرق الأبواب أو تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين للتعرف على الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الدنماركي في السوق المصرية، وأيضا الفرص المتاحة لتنفيذ شراكات متعددة الأطراف بين شركات مصرية ودنماركية وأخرى إفريقية أو عربية. هذا المنتدى وحضور السيد الرئيس لهذا المنتدى في افتتاح جلساته وأعماله للمرة الأولى يعد طفرة في العلاقة الثنائية بين مصر والدنمارك، ويعد حجر أساس جديد لهذه العلاقات التاريخية التي تعود إلى عام 1922، ودبلوماسيا تعود إلى 66 عاما مضت منذ إنشاء بعثات
بعثات دبلوماسية متبادلة بين القاهرة وكوبنهاجن. في إطار هذه الزيارة الهامة التاريخية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يكون هناك عدد آخر من النشاطات، منها حضور سيادتي مساء اليوم تحديدا بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساء، حضور سيادتي لاستقبال ملكي ومأدبة عشاء رسمية تقام على شرف سيادتي ترحيبا واحتفاء بهذه الزيارة. سوف يكون في استقبال سيادتي في القصر الملكي الملك فريدريك العاشر والملكة مارغريت الثانية، في إشارة إلى حفاوة الاستقبال والاهتمام الذي يوليه الجانب الدنماركي بهذه الزيارة التي وصفتها بالفعل الصحافة الدنماركية بأنها زيارة تاريخية. غدا صباحا سوف يبدأ السيد الرئيس نشاط سيادتي في اليوم الثاني بحضور سيادتي لجلسة من جلسات البرلمان الدنماركي، واستقبال لسيادتي سوف يكون على رأس مستقبلي سيادتي رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسون، وأيضا رئيس مجلس النواب الدنماركي، في إشارة أيضا إلى البعد البرلماني والشعبي الهام بين البلدين والذي توليه القيادتين السياسيتين في البلدين أهمية خاصة بالنظر إلى عدد كبير من التشريعات التي تؤيد الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين، وتؤيد أيضا إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الاتفاقيات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم والتعاون التي أقرها مؤخرا البرلمان الدنماركي. ويتطلع البرلمان وأعضاؤه إلى مزيد من هذه الاتفاقيات في ضوء إعلان البلدين عن ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، على ضوء وعلى خلفية هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن كأول محطة من محطات جولة سيادته الخارجية الأوروبية التي تشمل كل من الدنمارك والنرويج وإيرلندا. شكرا لك على كل هذه المعلومات الوافية. علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.